السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض البيدي فور بأسهل وأبسط طريقة. يلا مع بعض نشوف المكونات والمقادير. دلوقتي معانا معانا زبدة. معايا كيلو ونص زبدة. أنا هعمل مقدار النهاردة 2 كيلو دقيق، فال2 كيلو دقيق بياخد كيلو ونص زبدة، يعني بمقدار 750 جرام زبدة. تمام. الكيلو دقيق بياخد 750 جرام دي زبدة، 300 جرام سكر، و4 بيضات. تمام. معايا 2 كيلو دقيق. انا مستخدمه المره دي نوع اسمه الاصيل. دلوقتي معايا بقى نستخدم يا اما المضرب يا اما العجان، يا اما لو مفيش ده او ده في طبق بايدينا، بكف ايدينا كده نروح فاردين ايدينا كده وندعك كويس جدا في الزبده. هو هياخد مننا وقت بس برضو هيقوم بالغرض، برضو عادي مفيهاش اي مشكله. تمام. هنحط كميه الزبده كلها. دلوقتي انا حطيت النص كيلو، وبعد كده هحط كمية الكيلو كمان. تمام. معايا قالب ونص، يعني كيلو ونص. هنضرب كويس جدا بقى لحد ما الزبدة تلين. المهم ان احنا لما نيجي نحط الزبدة منحطهاش مجمدة قوي ولا سايحة قوي، ان هي تكون بدرجة حرارة الغرفة، اللي هي تكون باردة شوية وفي نفس الوقت اللي هي لينة. تمام، يعني تكون لينة كده حلو. نحطها تنضرب لحد ما قوامها يهيش كده وتبقى كويسة جدا. تمام. بعد ما لينت الزبدة وخليتها قوامها يهيش، حطيت كمية السكر بقى خلاص، وهقلب الكمية كويس جدا في العجان لحد ما تختلط. احنا لما نيجي نستخدم السكر نستخدمه بودر، مش نستخدمه حبيبات. بس لو متوفر عندنا حبيبات برضه عادي، بس هيغلبنا شوية في الخليط لحد ما يدوب في المكونات يعني وكده. تمام. هنغلط كويس جدا لحد ما القوام يمتزج ويخش المكونات كلها في بعضها. دلوقتي هنزل بالبيض بتاعنا، يعني كيلو الدقيق بياخد 4 بيضات، فانا هنزل دلوقتي اول 4 بيضات كده. لحد دلوقتي احنا كده عملنا مقدار للكيلو اللي هي ال4 بيضات، انما عشان المقدار 2 كيلو فهننزل ب8 بيضات. تمام. انا حاطه في بوله، اللي هي في بوله صغننه كده، حاطه فيها 4 بيضات وعليهم نص معلقه فانيليا. انا استخدمت للمقدار ال8 بيضات معلقه فانيليا صغيره. تمام. هنقلب كويس جدا بقى كده بالكف. انا استخدمت الكف كأنه زي كف ايدينا عادي، انما احنا لو ما عندناش عجان ممكن نستخدم مضرب الكهرباء، ممكن نستخدم كمان كف ايدينا عادي. زي ما انتم شايفين كده انا نزلت اول 4 بيضات، بعد كده نزلت بالاربعه التانيين وهنمزجهم بقى كويس جدا. وانا هعلي خلاص، نزلنا بالكميه كلها، هنعلي بقى السرعه عشان يمتزج كويس جدا، واللي هو هيش كده. تمام. بعد ما خلصنا كده هنعمل هننزله بقى في بولة. يعني انا مش هستخدم مش هحط الدقيق في العجان كمان، عشان آه العجان صغير عندي. فاحنا لو العجان عندنا كبير ممكن نستخدم العجان ان احنا نشيل المكونات كلها كاملة. تمام. بعد ما خلصنا اهو، نزلت بالكمية بتاعتي في البولة بتاعتي الكبيرة الغويطة، كمية الزبدة يعني. تمام. هنزل عليها بأول كيلو دقيق، هروح نخلاه. هو النخل ده بيبقى اول حاجة نضافة للدقيق، حتى لو كان مغلف برضو اضمن لنا يعني. وكمان بيدي فراغات هوا كده في الدقيق، فبيخليه احسن يعني. تمام. كده انا دخلت كيلو دقيق، وهنزل كمان، بس هقلب ده الاول وبعد كده هنزل بالكيلو التاني. تمام. هنقلب بقى دلوقتي، هقلب بالسباتيولا الاول، بعد كده هتدخل بايدي لان الكميه كبيره ما شاء الله، فالسباتيولا مش هتقدر، يعني تحس انها مايعه في نفسها كده فما بتعملش. تمام. ممكن نستخدم معلقه خشب لو احنا مش عايزين نستخدم ايدينا برضو كمان عادي، بس عشان العجينه الهشاشه اللي فيها ما تنزلش قوي كده، فيفضل بايدينا، لو هو باطراف ايدينا كده. مش بنعجن، احنا بنلم بس العجينه وندخل الدقيق في العجين. تمام. هستخدم بقى، اكمل بقى العجين دلوقتي في الطبق يعني وكده. زي ما انتم شايفين كده، دي العجينة بتاعتنا.
العجينة دي تنفع نستخدمها للمكنة وينفع نستخدمها للكيس. تمام. هنجيب دلوقتي القمع بتاعنا اللي احنا هنستخدمه في التشكيل بتاعنا. تمام. زي ما قلنا العجينة دي اصلا متماسكة. تمام. بالنسبة للبيض زي ما انتم شايفين كده، ده انا هعبي الكيس الاول هعبي الكيس اللي هو الحلواني دي التب بتاعتي او البلبله بتاعتي دي الاولانيه الورده الملفوفه، وهستخدم كمان التانية اللي هي بتاعت بلح الشام. تمام. هستخدم كمان يكون الكيس بتاعنا حلواني اللي هو القماش، او ممكن نستخدم اللي هو السيليكون بس يكون حاجه محمله، وفي كمان اللي هو الاكياس بس تكون حاجه محمله كويس. تمام. اول حاجه قبل ما نعمل العجينه هنختبرها ونحط عينه يعني في صينيه صغيره وندخلها الفرن، عشان لو لقيناها فرشت مثلا يبقى كده هي محتاجه دي، انما لو شققت ونشفت يبقى هي محتاجه مثلا زبده. فهنحطها في الفرن اللي هي نختبرها، وبعد كده نسوي بقى على طول عشان ما نكونش ملينا السيجون بتاعتنا كلها وفي الاخر تطلع تبقى فرش. تمام. هندخلها على درجة حرارة 180 لحد ما تستوي من الأرضية. هي بتاخد تقريبا من ربع ساعة لتلت ساعة في الفرن، مش بتاخد أكتر من كده. ممكن تاخد أكتر من كده على حسب الفرن، كل واحد وفرن. واحنا نحطها ونقعد جنبها مثلا نسيبها 10 دقايق، بعد كده نخش اللي هو نشقر عليها ونشوفها عملت أرضية تحت ولا لأ. تمام. زي ما انتم شايفين كده أنا جبت الصاج بتاعي وهبدأ أشكل الأشكال. بصي الأشكال دي زي ما تحبي يعني، بصي بدعي فيها. ممكن نعمل الطويل، ممكن نعمل الوردة الملفوفة، ممكن نعمل الشكل ده برضو. الأشكال عندنا كتير جدا وانتي بتبدعي زي ما انتي تحبي. تمام. طيب بالنسبة لعجينة البيتي فور، لو احنا حابين نكون اللي هي العجينة بتاعتنا هشة شوية، او اللي هي تكون تحسي انها دايبة خالص كده، احنا حاطين مقدار 4 بيضات. فاحنا ممكن نستبدل بدل ما نحط ال4 بيضات كاملين، ممكن ناخد بيضتين نستخدمهم اللي هم كاملين، ونستخدم البيضتين التانيين صفار فقط مش بياض وصفار. تمام. طيب ايه فايدة ان احنا نحط الصفار بس من غير البياض؟ هو الصفار بيدي نعومة اكتر للبيتيفوراية ومش بيخليها متماسكة، انما لما احنا استخدمنا كمية البيض كلها بيدي للبيتيفور، هو بيبقى دايب وجميل بس بيبقى متماسك شوية، اللي هو ماسك نفسه، مش بيبقى اللي هو ايه دايب خالص كده ما يتحملش ان هو يتمسك في ايدينا. تمام. هو ده بس الفرق الوحيد عندنا. تمام. ممكن برضو بدل الزبدة نستخدم سمنة برضو بنفس المقدار عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة. تمام. زي ما انتم شايفين كده انا شكلت الوردات عادي، وكمان شكلت صوابع كمان اهو. الشكل ده زي ما انت تحبي. تمام. واللي ما تعجبكيش هتروحي شايلاها وحطاها في الطبق عندك او البولة عندك وترجعيها تاني. تمام. بس كده، هو الاشكال عندنا بتبقى مختلفة كتير. احنا عندنا انا بالقمع ده عشان واسع شوية فما حبيتش شكل الطويل بيه. تمام. فدي برضو حاجة تريحنا خالص. تمام. انا كده خلصت. احنا بقى الحشو بتاعنا اللي احنا ممكن نحشي بيه البوتي فور ايه، احنا ممكن نستخدم زي ما انا عامله كده شوكولاته، انا مسيحاها، انا مستخدمه 400 جرام في كل نوع. وبعد ما خلصت 400 جرام انا احتجت كمان، يعني انا جايبه عامله حسابي في من كل نوع 3 قوالب 200 جرام، فانا استخدمتهم كلهم عامه يعني. تمام. مقدار ال2 كيلو دقيق بيطلع لنا ما شاء الله بيطلع لنا 5 كيلو بيتي فور اللي هو المتساوي. تمام. ممكن يزود ان الكمية تزاد كمان شوية بعد ما نحنا نشكله ونحشيه. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله دايب وجميل، وفي نفس الوقت متماسك، مش اللي هو تحس ان هو تمسكيه كده اللي هو ايه اللي هو يفرفط خالص كده يتحملش اللي هو احنا نمسكه. تمام. بس زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله جميل جدا وطعمه خفيف جدا وحلو جدا. تمام. هنجيب دلوقتي بقى لما نيجي نشكل بنشكل بالشوكولاتة، وبعد كده اللي هو انا بحشي بالشوكولاته. احنا ممكن نحشي بالنوتيلا وممكن نحشي بالمربى زي ما تحبي، انما الفرق بين الشوكولاته والنوتيلا والمربى ان المربى بعد فتره بترطب البيتيفوراي وتخليها طريه، انما الشوكولاته بتخليها متماسكه، ونفس الكلام في النوتيلا برضو بتخليها متماسكه اللي هي ما بتنشفش. تمام. برضو التشكيل ده زي ما تحبي، يعني انا بحب الشوكولاته البيضاء والشوكولاته اللي هي الغامقه، ممكن نستخدم شوكولاته بحليب كمان. تمام.
برضو زي ما تحبي تشكلي، انا بشكل من جوه ومن بره بشوكولاته. ممكن نجيب النوتيلا ونشكل بيها برضو عادي. احنا بنجيب برضو الكلام ده ونحطه في صينيه لحد ما تنشف الكميه، وبعد كده بنعبيها في العلبه اللي احنا هنخزن فيها الكميه. مهم ان احنا نحطه في علبه محكمه الغلق عشان ما يطراش مننا بسرعه. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، دي عينة بصراحة من الكمية اللي اتعملت. ما شاء الله مطلع معايا 5 كيلو او 5 كيلو وشوية كمان، ممكن 5 كيلو ونص كمان، وممكن اكتر. انا ما وزنتش بعد ما زينت بصراحة، بس انا وزنت قبل ما ازين، وكان مطلع معايا ان شاء الله 5 كيلو بيتي فور. تمام، ما شاء الله جميل وكويس جدا وحلو. هتعتمديه بعد كده في العمايل ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. وما شاء الله خلاص كده احنا خلصنا نواعم العيد. ان شاء الله السنة الجاية نعمل حاجات اكتر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتحطوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.